تجربة التعامل مع أحد الأبناء، وضرب مثال يعني جميل في موضوع البر محمد. هو طبعا احنا بس يمكن المرض هو نقل زراعة كلية. هي هل الزراعة هي معنات الزراعة طبيا؟ الزراعة حينما يصاب الإنسان بمرض الفشل الكلوي مثل ما أصابني، هذه هي فكرة الزراعة. تمام. تتعطل الكلية، لا تستطيع أن تخدم هذا البدن، فيحتاج الإنسان أن يزرع له كلية، نقل كلية من إنسان آخر إليه، والإنسان كما يقال تكفيه ربع كلية تؤدي الوظيفة. طبعا مو أي إنسان، لازم يكون في توافق. هناك يكون التوافق، وقد يكون التوافق جزئي أو أكثر من جزئي أو شبه كلي، فكلما ارتفعت نسبة التوافق كلما كان قبولها أفضل. يا سلام. وتمت الزراعة من ابني محمد. شلون شفت تجربة مع محمد تكسرت نفسي أمامه. ليس كبيرا أن يتبرع لي، أنا أبوه، وليس كبيرا أن أتبرع لأبي، لكن القضية طريقة التبرع، ذلك الوهج الجميل الذي أحياني هذا الابن. ربما تكلمت عن هذا قبل. حينما جاءت الأولاد عرفوا عن المرض وبدأت فكرة زراعة الكلية، كلهم تقدموا للتبرع، أولادا وبناتا ولله الحمد. محمد كان الأكثر تناسقا مع كليتي، ولذلك تم اختياره. ثم سافرنا لأمريكا وبدأت إجراءات الفحوصات حتى تمت الموافقة النهائية عليه. العجيب، وهذا ربما لم أخبرك عنها علي، لما جاءت نقل الكلية في نوفمبر 10 نوفمبر، ووافق الأطباء كلهم وحدد 10 نوفمبر لزراعة الكلية، وكنا ذاهبين هناك، وهذا الرضا بالإيمان بالقضاء والقدر. فلما جاء وقت الزراعة كان أحد الأطباء في إجازة، وجميع الأطباء وقعوا، وذهبت أوراقي إليه خطأ ولم تذهب إليه مقصودة. سبحان الله. لما ذهبت إليه الأوراق بالخطأ وقرأها، وإذا بمحمد التهاب معين، التهاب زي الزكام اليسير، لكن ذلك الفيروس لو نقلت كلية محمد إلي في ذلك التاريخ لأصبت بماذا؟ بفقر دم شديد يؤدي إلى الموت في العادة. لا حول. ما الذي حدث؟ أوقفت العملية وأنا لا أدري لماذا، فجأة من طبيب في إجازة. انظر رحمة ربي حينما تتنزل. لما حدث ذلك الشيء تضايق وربما من حولي من الرفاق، فقلت الأمر خير، أنا لا أدري لكنه خير. يا أخي تتعطل حياتك، أنا لا أدري لكنه خير، لكن لو ارتحنا من الكلية وتعود إلى نشاطك وحيويتك، قلت لا أدري لكنه خير. فلما مضت الأيام وإذا بالطبيب الذي كان في إجازة يعود فيخبرني عن الحدث. سبحان الله. فتكسرت نفسي أمام ربي، فازداد الخجل. انظر، تمنع من شيء تتمناه لأنه يقيك من الموت. أمنيتك كانت تؤدي بك إلى الموت لو نقلت الكلية. عولج محمد من ذلك الالتهاب اليسير زي الزكام، وبعدها أعطونا الموعد وذهبنا وأجرينا العملية ولله الحمد، وكانت موفقة. محمد ضرب 4 الأمثلة، وأنا أقولها هنا وربما قلت مكان آخر لأدرب أمتي الخليجية وأمتي العربية. ليس أنا من يدرب هنا، إنما هذا الشاب هو الذي درب. أنا ربيته كما قلت مرات عديدة، لكن هذه تربية من ذاته نبعت، قدم نفسه أجمل تقديم. ولذلك لما جاءه الجراح، والجراح أخبرني بعد العملية أنه جاء إليه، في العادة زراعة الكلية يفتحون فتحتين، قالوا الجراح بفتح فتحتين لكن أفضل 4. قال ليش أفضل؟ قال لي أنا أقدر أتحرك بطريقة يسيرة. تدري ماذا قال؟ قال افتح 8 إذا كان خير لأبوي. سبحان الله. قالوا الجراح أخذ اليسرى ولا اليمنى؟ قالوا وش الأفضل لأبوي؟ قال اليسرى. قال خذ اليسرى. الكلمة التي جعلتني أتكسر علي من هذا الابن، المرض لم يهمني كثيرا، أنا يكسرني الرقي، أنبهر للرقي. ولذلك علاقتي بسيدي رسول الله ابتدأت بنظرتي لرقيه صلى الله عليه وسلم. حينما استيقظ من البنج، هنا الإنسان في شبه وعيه، لا يفكر في وعيه. أول كلمة نطقها ماذا فعلت كلية أبي؟ لم يقل ماذا فعلت كليته. انتقلت وهو في اللاشعور وشبه الشعور ماذا فعلت كلية أبي، فبشروا أنها عملت، لأن نجاح العملية ولله الحمد حدث وأنا على طاولة العملية. اللهم لك الحمد. أنت كتبت تغريدة نقدر نشوفها مخرجنا إذا تقدر تطلعها لنا، كتبت تغريدة عن محمد موجودة مو صورتها. طيب محمد معانا
محمد طارق الحبيب اللي تكلم عنه الدكتور. حياك الله يا أخ محمد. الله يحييك، هلا وسهلا. احنا نرحب فيك، وانت ضربت مثال جميل ورائع وحي عن موضوع البر بآبائنا من خلال مشاركتك للوالد في هذه العملية. ودي تتكلم عن الدكتور تكلم عن ما رآه وكيف تعامل معك. نبي نسمع منك عشان يصير فعلا في تكامل في وجهات النظر مثل القاضي، بس احنا مو قضاة اجتماعيين اليوم. تفضل. تمام. ما أدري، أنا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بتكلم عن عندي نقطتين بتكلم عنها، يعني أنا ما اتاحت لي فرصة إني أتكلم في المجال. أبوي كان ما قصر بالكلام، بالعكس يعني كان يتكلم عن كل شيء، بس أنا ما دام متيح لي المجال بتكلم عن نقطتين. تفضل. الناس تقول تبرع لأبوه زي كذا. في ناس تسألني عن السبب، إنك ليش تبرعت وليش أنت من بين إخوانك وزي كذا. أول شيء السببين. السبب الأول إنه أبوي. السبب الثاني إنه الدكتور طارق الحبيب. الله. بغض النظر انك تقول لي يعني ابوك وما ابوك وزي كذا، هذا انسان معلم في المجتمع، هذا انسان يعتبر قدوه، انسان يحمل هم، انسان يحمل رساله. فانا لي شرف اني اكون انسان اني اساعده في انه يصل للهدف هذا، الهدف النبيل، انه يغير شيء في المجتمع. فناس كثير ما تتصور بيتقدموا للتبرع، بس انك تصير انت اللي يعني اكثر انسان تواصل من كل الناس هذولا، وانك انت تستطيع انك تساعده انه يوصل رسالته للناس وانه يغير في المجتمع وانه يعلم. فانا اتوقع ان الشرف لي انا الكبير، مو بصراحه ان الشرف له، الشرف لي انا اني اكون انا اساعده في انه يوصل للشيء هذا. نعم. انا اشكر. تفضل. الشيء الثاني. باقي نقطة الشيء الثاني. الشيء الثاني شخص حبيت اشكره، ما اتوقع ان الناس عندهم خلفيه عن الشيء هذا، امي اللي ما قصرت معي في الموضوع هذا ابد. ما تتخيل صراحة انها هي اللي في ناس يعني في الخفا يشتغلون ما حد يدري عنهم، ان هي شايلة همنا كلنا. يعني هي صراحة اللي مسكتنا هناك كل المواضيع، من ناحية انه المواعيد، من ناحية انه شايلة همنا، من ناحية انه يعني كل شيء صراحة. بس انه في ناس زي ما يقولون يعني ما يظهرون او ما تدري عنهم، بس هم اللي يكونون الاساس في كل شيء. فحبيت اشكرها من هذا المنبر.